طيب نخش بقى على الذهب حبيب الناس، وكله منتظر تحليل الذهب. بص يا سيدي، عشان الذهب ده يعني موضوع ركز معايا. دايما كل الناس بتدور على شراء الذهب، ولكن الاسبوعين الجايين دول لو لو الحرب زي ما هي ماشية كده لحد دلوقتي، ولا مأثرة على ذهب ولا نيلة، يبقى هنتوقع هبوط الذهب للمنطقة دي، وهقول لك الأسباب دلوقتي. انما لو حرب حصلت، واحد ضرب التاني في اللي احنا شايفينه ده، هتلاقي الدهب فوق. ولكن على التحليل، خلينا نمسك التحليل واحده واحده. انا عشان الدهب يهبط الهبوط ده كله مره واحده، خاصه اخر يوم ده، لازم يكون في حاجه حصلت. الدهب دايما في الهبوط ده لازم يكون خد سيوله قويه تنزله كل ده. فتحت الديلي ما لقيتش حاجه، فتحت المنصري لقيت ان اول لما شمعة الشهر ده خدت شمعة الشهر اللي فات، زي ما انت شايف من ساعتها، مجرد بس ما اخدتها، زي ما انت شايف. بالنسبة لي انا 70%، الى الان بالشمعة دي كده السعر لازم يجيب شمعة اللو دي عشان يخرج الناس، ومن بعدها نبدأ نشوف البرايس اكشن بتاع السعر هيعمل ايه، واذا كان هو بقى هيكمل صعود ولا هيكمل هبوط. المهم هنبدأ نشتغل على التارجت اللي زي ما احنا شايفينه قدامنا ده، وهو قاع الشهر ده. صعب لان دايما الذهب دايما في صعود، ولكن هديك كام سبب دلوقتي برضو يقنعك ان التارجت ده ممكن يتجاب بنسبة كبيرة. انا عندي كان شوية سيولة هنا، والسعر عمل له قمة مع سحبها في شمعة في التاني. احنا هنا فاتحين ال4 ساعات، بدأ الهبوط. طيب لما بدأ الهبوط اداني هنا اوردر بلوك على ال4 ساعات، وبرضه في كل فيديو افضل اقول لكم اي اوردر بلوك واضح للكل بنسبة كبيرة السعر ما بيوصلوش. طيب بعد ما السعر رد في المنطقة دي، بدأ يعمل لي ايه بقى؟ بدأ هنا واحدة واحدة يعمل لي تجميع، قعد تقريبا 3 4 ايام زي متداولين في التجميع في المنطقة دي، وما سحبهمش. يعني انا كنت اتوقع ان هو يقدر يسحب المنطقة دي كده ومن بعدها هبوط، ده الطبيعي، صح ولا مش صح؟ ولكن ما سحبهمش، وبدأ يهبط الهبوط العنيف ده، وكسر لي برضه. كان قاع مهم جدا، كان القاع ده هو اللي كسر المنطقة دي، فكان الهبوط ده قوي جدا. طيب يعني احنا دلوقتي هنبيع منين، ولا هنبدأ نشوف السعر المستهدفة فين، ولا نشتغل ازاي؟ بعد تحليل كتير لقيت ان انا عندي هنا سمارت مونيتور مع السيلفر، فالسعر مش محتاج يطلع يجيب المنطقة دي اول حاجة. خلينا نكتب هنا اس ام تي. ماشي. طيب مع الهبوط ده السعر ما قدرش يكسر لي الريجكشن ده، بل بالعكس كون لي هنا سيولة. طيب يبقى في اول يومين انا بالنسبة لي هستنى السعر يصحح، واستهدف دي اول سيولة بالنسبة لي، اذا كانت دي ولا دي. ده في اول ممكن يوم الاثنين ولا حاجة، ممكن السعر يبدأ يصحح ويبدأ يكسر لي المنطقة دي. طيب انا في التصحيح ده عايز اشوف منطقة ترد السعر. صعب ان السعر في الهبوط ده كله يكمل صعود ويرد من المنطقة دي. كل حاجة واردة، بس انا بقول لك يعني مجرد تحليل، مجرد تحليلي انا، مالكش دعوة بحد، مجرد تحليل. ماشي. انا عندي هنا هو الوحيد، المنطقة الوحيدة اللي ترد السعر، وهي الاوردر فلو في المنطقة دي. ولو نزلنا شوية تحت كده ممكن برضو ناخد الفير فاليو جاب ده. منطقة كبيرة جدا ان السعر يرد منها. صعب جدا ان الواحد يعني ياخد صفقة زي ما انا قلت لكم. في اخر صفقة انا ما قدرتش ادخلها لكم لان هي كانت 200 بيب، فتخيل دي مش عارف اقول لك 600 بيب ولا ايه، صعب جدا. ولكن انا الى الان شايف ان هي المنطقة دي اللي هترد السعر. طيب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ اقول لك انا، انت تفتح فريم ال4 ساعات وهنبدأ نشوف السعر يبدأ يعمل لك في السيولة هنا في المنطقة دي. هيبدأ يمشي عرضي. انا بنسبة كبيرة شايف ان السعر يوم التلاتة يفضل يطلع، ويفضل ماشي عرضي في المنطقة دي كده، وبعد كده يبدأ يديك منطقة يسند عليها وينزل. فانت عندك في المنطقة اللي يسند عليها وينزل ده هتلاقي عندك اوردر بلوك سترونج في المنطقة دي، تاخد برضو منه انتري. هتلاقي ستوبك 20 30 بيب 40 بيب بالكتير، وتستهدف فين؟ اول قاعدة. طيب ده انا شايفه اول سبب. تاني سبب هو ممكن يكون بعيد شوية، ان هو السعر يطلع يسحب لي المنطقة دي، ومن بعدها برضو يديك منطقة يسند عليها ويبدأ ينزل. فاهم؟ ولكن انا بالنسبة لي فتحت فريم الساعة والربع ساعة، صعب ان انا اقول لك ايه ده اوردر بلوك. مش واضح للكل، او يعني مش قوي زي ما انت شايف كده. كلها شموع، ما كانش فيها سيولة عالية. على الربع
ربع ساعة برضو مفيش اي منطقة ترد السعر، مفيش منطقة واضحة. ممكن على الربع ساعة دي برضو واضحة شوية، ولكن برضو زي ما انت شايف مش ممكن السعر اصلا ما يوصلهاش. فعشان كده انا اخترت اللي هو ايه، الاوردر فلو اللي احنا قلنا عليه الاربع ساعات ده، هو المنطقة الوحيدة اللي السعر لو هيسند عليها، سوري، لو السعر هيسند على نفسه، هي مفيش غير المنطقة دي، سواء بكسرها او بالرد منها. برضو ان شاء الله لو لقيت في صفقة حلوة على الذهب بالذات، لان هو بقى واضح للكل، ان شاء الله هدخلها لكم. وبس ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله. ان شاء الله الاسبوع ده هحاول كل يوم اطلع لكم فيديو نقول اللي حصل امبارح، واللي هيحصل باذن الله بكره، واللي احنا كنا متوقعينه امبارح، واللي احنا كنا متوقعينه بكره. وهبعت لكم فيس مهم جدا على التليجرام خاص بالاستوبات، الناس اللي بتضرب لها استوبات. خليك بس انت على التليجرام وهتفهم كل حاجه، بس انا بلاش اقول هنا عشان الفيديو ما يطولش. وبس يا سيدي، السلام عليكم.